ورحمة الله وبركاته. هذا المشروع كيجي في إطار واحد البرنامج اللي قامت به الوزارة، اللي هو البرنامج نافذ اللي كيبدا في 2022 كيسالي في 2026، وخصوصا الدعامة الثانية اللي كتهم دعم الجمعيات فيما يخص الولوج إلى التحول الرقمي للجمعيات. وهذا التكوين هذا كياتي في اطار واحد لابيل بروجي اللي كان دارته الوزاره في العام 2023 اللي كانت من خلاله كانت شاركت فيه تقريبا واحد 150 جمعيه، وتم انتقاء واحد 45 جمعيه من بينها الجمعيه الان اللي كنتواجدوا عندها، اللي كانت بدات التكوينات ديالها في المجال ديال التحول الرقمي والامن السيبراني، التواصل الرقمي والتسويق الرقمي. دونك هذا التكوين هذا كيجي في اطار دعم الجمعيات والمساعده ديالهم والمواكبه ديالهم في المجال ديال التحول. هنا الاختصاصات ديالكم فيما يخص هاد الجمعيات اللي كيشاركوا في هذا التكوين؟ فيما يخص الالتزامات ديال الوزاره بخصوص هذه الجمعيات، كنلاحظوا بانه كاين واحد النوع ديال التجاوب ديال هذه الجمعيات، وبانه تقريبا فهاد 45 جمعيه اللي هي مشاركه في هذا المشروع ديال التكوين، فهي كتواجد تقريبا على مستوى ربوع المغرب، من تقريبا من الشمال الى الجنوب الى الشرق والغرب. كنحاول ما امكن باش ان هذا المشروع هذا يستافدوا منه اكبر عدد من الجمعيات، وكان اللي يمكن لهم يخول لهم ولوج عالم الرقمنه وهما مرتاحين. شكرا جزيلا، مرحبا بكم. صافي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تتواصل دورات تقوية قدرات الجمعيات في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا. بطبيعة الحال هذه مناسبة لشكر وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اللي هي وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة، على هذا المشروع الاستراتيجي ومشاريع أخرى. وأؤكد كذلك بأنه هذا العمل هو عمل مهم جدا من أجل الانتقال بالعمل الجمعوي من العمل التقليدي الذي تطبعه شيء من الممارسات السابقة إلى عمل جديد تطبعه الرقمنة والتكنولوجيا، والارتقاء بالمؤسسات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني أن تصبح مؤسسات رقمية تقدم خدماتها باعتماد هذا الجانب. جانب آخر هو أنه هذا المشروع هو مشروع رائد ومتميز، كما قلت في سابق التصريحات، وهذا التصريح بأنه لن يتوقف في هذه المحطة، ستعقبه محطات أخرى نستهدف من خلالها العالم القروي والمراكز القروية الناشئة، لأنه أكثر الإشكالات المرتبطة بالولوج الإنترنت والولوج الرقمنة وتقوية قدرات وتمكين الفاعلين المدنيين هي بالعالم القروي. والعالم القروي هو فضاء مهم جدا لأنه تتخلله أنشطة وبرامج. دور الوزارة كذلك ودور الصندوق مشكورا هو المساهمة في ارتقاء شيئا ما بعمل الفاعلين المدنيين في العالم القروي. النقطة الثالثة وأخيرا هي أنه هذا المشروع يستهدف جعل المملكة المغربية بقوة مجتمعها المدني قوة رقمية رائدة. كذلك يمكن أن نستعمل هذا المجال في مجال الترافع حول قضية الصحراء المغربية بشكل رقمي. هو عمل كذلك اشتغلت عليه الوزارة سابقا، لكن يمكن الاشتغال عليه في المستقبل القريب، بمعنى أي دور للمجتمع المدني في مجال الرقمنة على مستوى الترافع على عدد من القضايا. وكما قلت في الدورة بأنه ممارسة الأدوار الدستورية للمجتمع المدني مرتبط بأي قدرات لهذه الجمعيات في تفعيل هذه الأدوار. فالشكر موصول للوزارة المنتدبة وللصندوق ولمختلف الجمعيات الحاضرين، والجميع رهن إشارات المجتمع المدني من أجل كما قلت الارتقاء به إلى مصاف المجتمعات المدنية القوية على مستوى الأدوار، على مستوى التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمختلف المنخرطين، وكذلك تقوية قدرته على المستوى الاقتصادي. شكرا جزيلا.